حراق إصبعه من أطيب وأشهى وصفات مطبخنا السوري وبالذات المطبخ الشامي. تعالوا شوفوا طريقته. بدي كاستين من العدس غسلتن وضفت لهم تقريبا لتر مي ورفعتن على النار، وبس طلعت الرغوة انت هون 4 حبات من البصل، بصل أبيض فرمتن جوانح وضفت لهم معلقة من الطحين ومعلقة من النشا وقلبتن وتركتن 10 دقايق، بعدين نخلتن وبزيت حامي وغزير قليتن لحتى صار لونهم ذهبي. وهيك لازم يكون لون البصل وهيك لازم تكون قرشته. وبنفس الزيت قطعت خبز لمربعات وقليته لصار لونه ذهبي. هون العدس تقريبا استوى نص استواء، ضفت له كاستين من عصير التمر الهندي و4 5 6 7 معالق من زيت الزيتون، وكمان كاسة شاي من دبس الرمان. هاي الأكلة لازم تكون حامضة، ومعلقة كبيرة من الملح. وطبعا هاي الأكلة أصولها تنعمل بعجين، بس لأنه نحن بعصر السرعة استخدمت معكرونة على شكل مربعات كمان بتشتغل، وتركتهم يكملوا استواء مع بعض. كمان ضفت شوي من البصل اللي قليته، وهون قليت معلقة كبيرة من الثوم بزيت زيتون، وضفت لهم نص باقة من الكزبرة الخضراء وحطيتهم فوق أكلتنا اللي بتشهي، وطفيت النار مشان ما يتغير لون الكزبرة. وبجاط التقديم سكبته، وهون بتتفننوا بالزينة كزبرة خضراء مع رمان مع البصل اللي قليناه وكمان الخبز المقلي. وعلى فكرة هاي الحباشات اللي حطيناها ما فينا نقول عنها إنها زينة بس، لأنه بتدخل بمكونات الأكلة وهي اللي بتجيب طعمتها. عن جد ولا أشهى من هيك. جربوها ولا تنسوا اللايك.